من ساعة ما الشخص اللي أنا بحبه سابني أو سابتني، وأنا مش عارف أعيش حياتي الطبيعية اللي أنا متعود عليها. مش عارف آكل، مش عارف أنام، مش عارف أشتغل، مش عارف ألعب رياضة، ماليش نفسي أعمل أي حاجة. أعمل إيه؟ نسيان الحبيب أو الحبيبة ممكن تحسوه إنه مستحيل دلوقتي، بس ما تقلقوش، في نور في آخر النفق المظلم اللي انتوا واقفين فيه ده. مع الوقت وتفعيل بعض الاستراتيجيات السليمة، الألم والحسرة هيبتدوا يتلاشوا، وهتبتدوا تدريجيا ترجعوا لنفسكم السليمة. أولا، ما تكبتوش مشاعركم، مققوا عينيكم من العياط، صرخوا في المخدة، اشتموا في الحيطة مكان الشخص اللي كسر قلبكم. مهم انكم تطلعوا الأحاسيس اللي جواكم، لأن في اللحظات الأولى من محاولة نسيان الحبيب غالبا هتكون صعبة جدا ومليانة بؤس حزن، فضروري ان احنا نواجه الاحاسيس السلبية دي، والاهم من كده ان احنا نطردها من جوانا لبرانا، لان الدراسات اثبتت ان وجع القلب بيسمع في المخ كأنه ألم عضوي حقيقي، لدرجة ان في بعض الدراسات شبهته بأعراض الانسحاب عند المدمنين بكل المراحل اللي بيمروا بيها. لان الانكار مش هيحل حاجة، الطاقة السلبية المصاحبة للمشاعر السلبية مش هتختفي لو تجاهلناها، بالعكس دي هتتكبت وتتفاقم لحد ما تفرقع في وشكوا انتوا واللي حواليكوا بعد الشر. فكرة فعالة جدا في وقت زي ده انكم تشتركوا في تمرين لعبة قتالية من الالعاب المعروفة، وتروحوا تفرغوا الطاقة السلبية دي فعليا عن طريق ضرب في ساند باج او مانيكان من المانيكانات بتاعة التمرين اللي هي بتبقى موجودة في الجيم دي. حاولوا تقاوموا الإغراء انكم تحولوا مشاعركم الفياضة دي لغضب. جزء كبير من المشاعر اللي انتوا حاسين بيها دلوقتي دي هو فعلا غضب، وده طبيعي، لان الغضب ممكن يوهمنا ان احنا مسيطرين على الموقف وجامدين قوي مش فارق معانا حاجة، ويخلينا نعتقد ان الدنيا تمام زي الفل. لكن فعليا احنا بنكون بنكبت احاسيس كتير جوانا، والاحاسيس دي ملهاش اي حل غير انها ترد في جسمنا، في صحتنا، في نومنا، في اكلنا. فمهم قوي ان احنا نوصل للسبب الحقيقي ورا احساس الغضب ده. فما تنسوش ان الطريقة الوحيدة انكم تتعافوا وتنسوا بجد هي انكم تسمحوا لنفسكم انكم تحسوا وتواجهوا المشاعر الحقيقية اللي ورا الغضب ده، لان الغضب شعور ثانوي لكن دايما بينبع من ورا شعور اساسي، زي احساس انكم مهملين، محبطين، مظلومين، مستغلين، غير محبوبين، منبوذين. لان المشاعر دي بتسبب في احساسنا بالضعف، وبالتالي كنوع من ميكنة الدفاع عن النفس، وفي معظم الأوقات بتكون من غير وعي مننا بنستخدم الغضب. طب نتعرف على المشاعر اللي ورا الغضب دي ازاي؟ في الوقت ده ممكن تسمعوا لنفسكم وانتوا قاعدين بتبرطموا لوحدكم، أو للأفكار اللي موجودة في دماغكم، الأسئلة اللي بتسألوها لنفسكم. اكتبوا الأسئلة دي واقعدوا قروها بعدين وانتوا في وقت أهدى. من خلال الأسئلة دي انتوا ممكن تحطوا ايديكم على الاسباب الحقيقيه اللي ممكن تكون مؤديه لاحساسكم بالغضب الشديد اللي انتوا حاسينه ده. دلعوا نفسكم، يعني الحاجات اللي كان نفسكم تعملوها وانتوا مع الشخص ده وما كنتوش عارفين تعملوها لسبب او لاخر، وغالبا هيبقى بسببه او سببها، اعملوها كلها وما تحرموش نفسكم من حاجه. لان في الغالب احنا كتير بنحرم نفسنا من حاجات علشان خاطر الناس اللي احنا معاها، لكن ده كان زمان. دلوقتي وقتكم انتوا بس، وكل واحد على حسب امكانياته واهتماماته، بس الخلاصه انكم تهتموا بنفسكم وتدلعوا نفسكم وتاخدوا بالكم من نفسكم. بس لازم تاخدوا بالكم انكم ما تحولوش الدلع ده لمشكله اكبر من المشكله اللي انتوا فيها. يعني ما تتخنوش 40 كيلو او تاثروا سلبيا على صحتكم او شكلكم، ما تطلعوش من الحفره تقعوا في ضحضيره. اسمعوا مزيكا، في الغالب هيجيلكم الرغبه انكم تسمعوا مزيكا حزين. الشجن بيكون مريح في فتره زي كده، لان سماع المزيكا معروفه ان هي ليها تأثير علاجي كبير جدا على النفس، ده غير قدرتها على تخفيض ضربات القلب وتقليل الضغط العصبي، وهيحسسكم انكم مش لوحدكم، وان في حد ممكن يكون حاسس بنفس الألم اللي انتوا حاسين بيه. لانكم لو عيطتوا وقعدتوا تغنوا مع الأغنية وسرحتوا معاها خالص، هيكون بكده طلعتوا كتير من الطاقة السلبية والأحاسيس السلبية اللي جواكم. لان العياط ده سحر، العياط ده هدية من عند ربنا. وبالنسبة للرجالة اللي هي عاملة فيها جامدة قوي دي، انا ما بعيطش وبتاع، صدقني لو عيطت هيغير كتير قوي في حياتك. بس عيط لوحدك، ما تعيطش قدام حد. اسمحوا لنفسكم انكم تنملوا، بمعنى ان انتوا تبقوا قاعدين منملين، ما قاعدين مخكم فاضي، قاعدين ما بتعملوش حاجه، قاعدين كسلانين. لان الجسم في الوقت ده بيبقى عايز يريح، وبيبقى عايز يريكفر او يعيد نشاطه من خلال الراحه المتبنجه اللي بتبقوا فيها دي.
لان في وقت الحزن والالم القوي ساعات كتير بنحس ان احنا ميتين من جوه، وده احساس طبيعي واحساس ما يقلقكيش. المهم ان هو ما يطولش معاكم. فضفضوا لاصدقائكم واهلكم، الكتف الحنين، سواء كان صديق، صديقه، اخ، اخت، ام، اب، خال، عمه، جار، عابر سبيل معدي في الشارع. المهم حد تكون انت بتستريح في الكلام معاه وبتثق ان هو مش هيحكم عليك ومش هيزود الطين بله، لان الكلام والفضفضه عن مشاكلنا واحاسيسنا بيبقى مفيد جدا في فتره زي دي. لناس كتيره، في ناس ما بتحبش تتكلم، لكن الغالبيه العظمى من البني ادمين السويين الكلام والفضفضه فعلا بيريحهم وبيحسسهم ان في هم انزاح من على قلبهم. لو ما عندناش حد نقدر نثق فيه ونفضفض له، ممكن بدل كده نكتب المذكرات بتاعتنا، نفضفض لنفسنا، لان في الاخر فعليا في الدنيا دي احنا محدش فينا محتاج التاني، احنا محتاجين بعض، لان احنا مع بعض بنحسن بعض وبنكبر بعض وبنحلي بعض. بس احنا لو مع بعض بنضايق بعض، احنا لوحدنا يبقى احسن كتير. فلو في حاله ان انتم مش مستريحين تتكلموا مع حد او ما عندكمش حد تتكلموا معاه اصلا، اكتبوا المشاعر دي، بتساعدنا ان احنا نتخطى المشكله اللي احنا فيها بطريقه صحيه، لان هي بتخلينا نشوف نفسنا من بره كاننا بنكتب قصه خياليه عن حد تاني. واهم حاجه في موضوع المذكرات دي انها بتسمح لكم انكم تعترفوا بالاسرار اللي مش قادرين تعترفوا بيها لاي بني ادم تاني. بس خلي بالكم ما تقعش في ايد حد، لان محدش ضامن حد. فحل ظريف لحاجه زي كده، ممكن نكتب كانها قصه خياليه، ممكن نسمي نفسنا اسم تاني، ممكن نحط نفسنا في عالم اخر او في مدينه تانيه، بس لمجرد انها تبقى صمام امان ان الكلام ده لو جه في ايد حد في يوم من الايام ما يمسكوش علينا. حاولوا تقصروا مده الحزن. على قد ما الزعل مفيد ان احنا نواجه مشاعرنا، هو برضو في الاول والاخر زعل، فلازم نكون فاهمين ان محدش هيحركنا من مرحله للمرحله اللي بعديها غير نفسنا. فارغموا نفسكم انكم تطلعوا من مرحله الحزن دي باسرع ما يمكن. خلصنا مرحله الحزن والعياط الحمد لله، نتحرك بقى للمرحله اللي بعديها، وهي مرحله قطع العلاقه. لان معظم الاحيان الرمم اللي بيكسروا قلبنا لسبب نرجسي مريض، كل ما يحسوا ان احنا خلاص بنفوق وبنبعد يحاولوا يعلقونا تاني، وبالتالي ما نتصلش بيهم ولا نسمح لهم يتصلوا بينا، لا تليفونات ولا مسجات ولا ايميلات ولا فيسبوكات ولا انستجرامات ولا حاجه. لانكم لو عايزين فعلا تفوقوا وتتعافوا بجد لازم تقطعوا الناس دي من حياتكم، ولازم تبقوا فاهمين ان الناس دي مش هترجع لكم تاني. وانس ان حد كسر قلبك عمره ما بيعرف يصلحها تاني. فبطلوا ستوكينج ومتابعه صفحاتهم على السوشيال ميديا، وتخشوا كل شويه تتفرجوا هو كان فين ولا خرج فين ولا عمل ايه ولا سافر ايه ولا مع مين، وتقعدوا تحرقوا في دمكم وتقعدوا تكئبوا نفسكم وتفكروا نفسكم بالقرف ده. لان كده انتوا مش بتساعدوا نفسكم خالص، بالعكس انتوا كده بتقهروا نفسكم بنفسكم. طبعا انفريند وبلوك من على كل اجهزه الاتصال، ما تخلوش اصلا الشخص ده عارف يوصل لكم، علشان انتوا عارفين ان انتوا بتضعفوا. فخدوها من قصرها وارحموا نفسكم وكرامتكم شويه. اياكم تضعفوا وتمارسوا علاقه جسديه حميمه مع الشخص اللي سابكم ده، لان في ولاد كتير عارف هو بيعمل ايه، وهو بيبقى عايز العلاقه الجسديه دي بس، ما عندوش اي نيه انه يكمل معاكي، وبيقعد يتمحلس ويتموحن ويتلزق ويتمحك لحد ما ياخد اللي هو عايزه، وبعدين يرميكي في الزباله في حاله اوحش بكتير من اللي كنت فيها قبل كده، ويرجعك لخانه تحت الصفر. لان البنات بيفرزوا هرمون الاوكسيتوسين لما بيبقوا في بينهم وبين حد علاقه جسديه، وده الهرمون المسؤول عن الشعور بالاتصال والحميميه، وده طبعا شيء كارثي بالنسبه لواحده بتحاول تنسى حد. فارجوكم خلوا بالكم من الموضوع ده. معلش يا رجاله اضطريت اقول لهم اخفوا كل حاجه بتفكركم بالشخص ده. اعتقد صعب جدا تنسوا حد وحواليكوا حاجات كتيره بتفكركم بالحد ده، يعني هدايا، دباديب، جوابات، مجوهرات، بارفانات، خصوصا البارفانات، لان اكتر حاجه بتقلب المواجع واكتر حاجه بتنشط الذاكره هي حاسه الشم. فابعدوا عن البرفيومز اللي بتفكركم بالشخص اللي انتوا عايزين تنسوه ده تماما. فحطوا الحاجات دي كلها في كرتونه، وقاموا احساسكم انكم عايزين تحرقوها او ترموها في الزباله، حطوها في حته انتوا ما تكونوش شايفينها، لانه برضو ما تعرفوش الدنيا فيها ايه ومش عايزينكم تندموا على حاجه بعد كده. المرحله الثالثه والاخيره هي اننا نعيش حياتنا ونركز على نفسنا. اخرجوا من البيت، اتمشوا وسافروا، اعملوا مغامرات جديده، الهوا نفسكم بانشطه مفيده ومسليه بدل القعده في البيت والملل، ان الملل بيخلينا نفكر. فحاولوا تقطعوا الحته دي. العبوا رياضه زي المجانين، لان ده هيساعدكم كتير وهيزود من ثقتكم في نفسكم وهيشد الناس ليكم وهيسلي وقتكم. قضوا وقت كتير مع اصحابكم وقرايبكم الظراف مش الكبب. ابعدوا عن الكبب، العمليه مش ناقصها قرف.
خصوصا لو كان الشخص اللي انتوا معاه كان بعيدكوا عنهم في الاساس. قابلوا ناس جديده، لان الموضوع ده من اكتر الحاجات اللي هيخلوكوا تنسوا علاقاتكم القديمه وتجدد ثقتكم في نفسكم. ويكون افضل لو الناس الجديده اللي انتوا بتقابلوها دي في الاول يكونوا اصدقاء بس. ما تستعجلوش على انكم تخشوا في علاقه جديده، لان انتوا لسه مش مستعدين ليها. الدخول في علاقه جديده بسرعه او الريباوند يعتبر بنج موضعي مش حل جذري، كمان بيعتبر ظلم للشخص الجديد. ممكن انتوا تكسروا قلبه زي ما اتكسر قلبكم، وده مش حق ربنا. حبوا نفسكم اكتر من اي حد تاني، لان قبل اي حاجه حبنا لنفسنا هو صمام الامان لصحتنا النفسيه والضمان ان مهما حد قسى علينا اننا ما نشكش في قيمتنا وقدراتنا. تجنبوا انكم تلوموا نفسكم على فقدان الشخص ده، وافهموا ان العلاقات زي حاجات كتيره جدا في الحياه اسمه ونصيب. اهم حاجه انكم دايما تبقوا عارفين ان نسيان الحبيب بياخد وقت. فاشغلوا حياتكم وخلي بالكم على نفسكم، وقبل ما تستوعبوا ايه اللي بيحصل ان شاء الله هتلاقوا الحزن وقف والعياط وقف والحياه رجعت، والشخص ده اترمى في مزبله التاريخ.